تعال نشوف دلوقتي آراء الدفعة اللي فاتت. بعد ما طلعوا من الامتحانات، طالعين عاملين ايه والدنيا معاهم عاملة ازاي بعد ما خلصوا السنة وبعد ما خلصوا امتحاناتهم. تعال انزل بس كده، انزل 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 انزل. هو كان امتحانهم يوم سيدنا محمد. لا ده بص، كانوا خلصوا الامتحان المرة اللي فاتت اهو. بجد ما فهمتش المنهج غير من حضرتك، عايز أأكد عليه. انت مش واخد حقك والله يا دكتور، انت دماغك عالية مش وحببتني في الاحياء، وكل التصويتات مش ليك ومفيش حد عامل في الكومنتات. انا نفسي اقول لهم يا جدعان انت بتبقى قاعدين دكتور احمد فادي، انت عظمه يعني، ما شفت حد فيك في معلوماتك وحبك بتاع، وفي اخر كومنتات الاقي دكتور احمد ايمن طب فين يا جدعان دكتور احمد فايد؟ ولا يقول لي اصل ده بيقرا، اصل ده بيقرا بس ده ما بيشرحش. يا عم انا مشترك معايا يا جدعان، بس يلا هو كل واحد على حسب دماغه. انا شايف حضرتك من فوق الممتاز، كمان فوق الممتاز. انا سمعتك في الاخر الفيديوهات اللي كنت بتنزلها في الاخر بتاع البيولوجيا بتاعت دماغك ما شاء الله جميله قوي. ده زمايلك اقعد بص بص المراجعات. شوف المراجعات، مدرسة علوم ماشي بتعلم من حضرتك. بص بجد ما شفتش زيك، انت الوحيد اللي متابعنا وتقول لنا راجعوا واعملوا ايه الكلام ده كله. الفيديو الحل بتاع 8 ساعات فيه افكار حلوة، ربنا يبارك لك بجد. مجهود مش عارف ايه، حرفيا كنت تايهة ولميت الدنيا. ده زمايلكوا السنة اللي فاتت بقى في الامتحانات والكلام ده كله، ايوه بالظبط. شوف زمايلك ما شاء الله يعني، ده زمايلك السنة اللي فاتت. بصراحة كانت دفعة جامدة جدا ودفعة حلوة أوي أوي أوي. ده ده زمايلك اهوت ماشي. في نهاية المشوار جزاك الله خير. ده كان قبل الامتحان، يعني المراجعة كانت قبل الامتحان، مراجعة ليلة الامتحان. ده في المراجعات النهائية، يعني انت ما شفتش اللي الدنيا كانت عاملة ازاي كمان. أول حاجة، تاني حاجة لسه صاحي على أساس إن اللايف دلوقتي اتفاجئت اهوت. دي كلها آراء زمايلك، دي كلها آراء زمايلك. بص، آراء زمايلك، المراجعة. كان امتحانهم يوم 21. بص، كان امتحانهم يوم 21. هوريك بقى بعد يوم 21 ده ايه اللي حصل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شوف شوف، اجري 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 يعني. اللهم صل على محمد. حاجة تفرح. ندمان إني ضيعت وقتي في فيديوهات ملهاش لازمة في شرح المناعة في 5 ساعات، معرفش ايه بيتكلموا عن الناس التانيين ينزلوا. والله ما فهمت مناعة غير في الساعة اللي حضرتك شرحتها فيها. شرحت المناعة في ساعة واحدة بس كده وخلاص. المراجعة جامدة قوي، طول السنة مقفولة منها عشان الحل. سبتها، كنت عايز اسمع لها شرح، الوقت ضيق خصوصا ان مش عارف ايه. شوف زمايلك، ايوه ده زمايلك، رأي زمايلك السنة اللي فاتت. يعني اكيد مش هدخل اقول لهم مثلا لا يا جماعة، ايه رأيكم في المراجعة ومش عارف ايه الكلام ده كله اصلا. فاهم؟ عشان حضرتك كده اللهم بارك. عرفت كده، يا ريتني عرفت كده من بدري، ده كان في ليلة الامتحان. حرفيا كنت واقعة المناعة لما شفتها عشان حضرتك، والمراجعات اتظبطت خالص الحمد لله. لما قلت لها الحمد لله كل اللي بتعمله معانا الفيديوهات فادتني. الأول حابة أشكر حضرتك على المراجعة العظمة ديت، تستاهل. كنت ناسي المنهج، تعبان مش قادر أجمع حاجة. لمينا كل حاجة، الدنيا كانت مظبوطة. حرفيا زعلان إن ما كنتش مشتركة معاك من أول السنة. بس الحمد لله لحقت في المراجعة ولميت أسئلة واقعة مني حرفيا. أجري على اليوتيوب نزلت حاجة أسمعها. بص، ده دفعة السنة اللي فاتت، بص رأيهم وجمالهم. ده كله قبل الامتحان، انت متخيل؟ ده كله قبل الامتحان، هم حاسين بالمجهود اللي اتعمل معاهم والمجهود اللي اتبذل معاهم طول السنة. بص، حاجة جامدة مش مخليني محتاج أي حاجة لما كل الأفكار مش سايبة حاجة. بشكر حضرتك على المجهود، حرفيا ما أخدتش إحياء طول السنة غير أول 3 شهور. طول السنة تايهة، ربنا يوفقك، حقيقي كلمة شكر قليلة عليك. بشكر حضرتك على تعبك، حرفيا ندمان إني ما اشتركتش معاك طول السنة. ما شاء الله، انتوا شايفين اهو، شايفين. ده بص 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 بص. أيوة، حتى الفيديوهات اللي عملوها لنا اهوت. في قلبي نحب مع حياتنا ونحس براحتنا وبننسى كل العمر جنبه ويعوضنا حبه. ده من السنة اللي فاتت الحمد لله. أحب أشكر الشخص على تعبه ووقفنا جنبنا. المراجعة تحفة جدا وشاملة، والله العظيم ما أعرف أشكرك إزاي. كلام يوسف حقك إني بدعيلك. بجد مش عارف أقول لحضرتك ولا إيه ولا أدعيلك. أقسم بالله أنا حرفيا كانت نفسيتي متدمرة وخايفة ملحقش ألم أي حاجة. إيه، بص أنت شايف زمايلك، شوف رأي زمايلك وشوف كلام زمايلك. بس مش هسيبلك غير كلام زمايلك. شوفهم، شوف زمايلك، شوف كلامهم، شوف رأيهم. بس، موضوع بسيط.
الموضوع سهل. انت بس تبدأ اشتغل، يعني ابدأ اشتغل بس على نفسك من دلوقتي. بص اهو. انا هأجلها والله العظيم، خايفة جدا، خصوصا لحد دلوقتي مش بحل شوامل، والله خايفة جدا. بص بعدها يا دكتور انا شكرا ليك ومش عارف ايه الكلام ده كله. بص اهو، شوف اهو كل حاجة، خد بالك. شكرا دكتور احمد فايد، اشتركت مع حضرتك في المراجعة. للأسف أنا كنت عامل للأسف أنت كنت عامل شغل جامد وأنا مشوفتش حاجة منه، ماشي، بسبب الصداع والضغط وأصلا مش عارف كذا. المهم يعني رايح الامتحان كل اعتمادي عليك، بتاعتك مع دكتور. الامتحان جامد وفي حاجات من اللي احنا حليناها جات بعد الامتحان اهو بقى. مبسوطة ان كنت من تلاميذك، جالنا السؤال قلت عليه بتاع نفس النسيج يكون رباط. والله افتقدك يا دكتور. الامتحان كان تقيل بس الحمد لله حليناه. حقيقي كل الافكار اللي اديتها لنا جت زيها في الامتحان. حرفيا النور امبارح من المقص اهو. بص ده كل بعد الامتحان، بعد ما طلعوا من الامتحان. اكيد مش هيطلعوا من الامتحان يطبلوا يعني، اكيد كل ده مش هيطلع من الامتحان يطبل يعني، معلش يعني. شوف اهو حلنا كويس، بشكر حضرتك على المجهود. انا اشتركت مع حضرتك في الامتحانات دكتور احمد فرحات، بجد كل كلمة ماشي. الف شكر لربنا ان عرفنا ناس جميل، احمد من افضل الناس اللي كانوا معانا السنة اللي فاتت، احمد عماد. الحمد لله والشكر لله. بشكركم كلكم واحد واحد، دكتور احمد، دكتور حامد، دكتورة جسينة، دكتورة مودة، دكتورة ياسمين اللي كانت معانا سبورت من اول السنة، وكان دايما متابعت لنا رسائل تشجيعية وكده، كانت تدعمنا دايما. بشكركم كلكم على المتابعات اللي كانت بتتم على مدار السنة. انا حقيقة ما اشتركتش معاكم فترة كبيرة، انا تقريبا دخلت معاكم معسكر الثلاث ابواب في شهر 2 تقريبا، وبعد كده استمريت بقى ان لقيتكم المنقذ الحقيقي ليا في الاحياء. وحرفيا والله ما كنت بعرف احل لوحدي، بفضلكم وبفضل حصص الحل اللي سمعتها، وبفضل ربنا طبعا قبل كل شيء، وبفضل المراجعات انا بقيت تمام جدا، بقيت اعرف احل، بقيت اعرف افكر، والدنيا كانت زي الفل معايا بفضل دكتور احمد والحصص اللي عملها، ودكتور احمد فرحات والعلاقات والتبسيط والحاجات دي، والله وفرت عليا كتير وبجد. اللي فرق جدا القلب كثيرا والدم باد عندي لأناس كانوا غيمات تعطي. زي ما حضرتك شايف اهو. بص سؤال كل سنين ما كنتش أعرف إلا من حضراتكم، اللي احنا قلنا برضك في الامتحانات أهو. طه والله العظيم أكبر عليك يا مستر، كأنك مخاوي يعني، حتى الرقم مش متسجل فوق أهو. كل اللي أنت قايل عليه بتاع 10 نفكهم لصاعدين صغننين الكلام ده كله. هي بصراحة يا دكتور والله العظيم يعني اشكرك على مجهودك معانا اللي انت عملته طول السنة، مع اني ما لحقتش يعني جيت في فترة المراجعة النهائية، بس الصراحة الحمد لله يعني كانت سنة كويسة وكانت سنة حلوة. الامتحان جه يعني إلى حد ما في مستوى الطالب المتوسط، ولا سهل قوي ولا صعب قوي، ونقول الحمد لله ان ربنا اداك بجد. والله العظيم هتوحشنا يا دكتور، انت والتيم والاسيستنت وكل الناس، والله العظيم هتوحشونا قوي. أهي يقين. بشكرك إن استفدت في المراجعة، في معروف مدرسين طيبين في باقي المواد. بص كان لافف شوية يا دكتور بس الحمد لله. أهي. شوف كل زمايلك، الله أكبر يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده كله فضل من ربنا يعني. بص اهو، ده كله من زمايلك. بحب اشكر حضرتك على المجهود ده كله. بص على التاريخ هتلاقيه 21/7 بعد الامتحان، بعد ما طلعنا من الامتحان وشوف المجهود اللي احنا كنا عاملينه. الحمد لله الأسئلة جاية بالنص، كنت سامعه الصبح سين وجاي من نفس النسيج. الحمد لله عدينا على خير. شكرا بجد كفاية. دكتور أحمد بالنسبة لي أخ، ورفض الدكتور مهام الكلام ده كله يعني. توحشنا يا دكتور. يا دكتور بعد اذنك، هو انت هتبعت طيب اجابات الامتحان طيب عشان بس نعرف طيب الامتحان ولا مش نزلنا الإجابات بتاعة الامتحان السنة اللي فاتت الحمد لله، وكنا احنا الوحيد اللي منزلينه. ربنا يبارك لك. كنت بص ده زمايلك اهو، ده زمايلك اللي بعد الامتحان، زمايلك اهو.
محمد إبراهيم القمر العسلية، منار كمال، واخد بالك. بص، اتفرجت على الفيديوهات دي الصبح، ما كنتش لسه خلصت فعلا. حاجات كتير جت منها، اللي هي بتاعت الفيديو التوقعات فعلا، فيديوهات التوقعات اللي احنا نزلناها السنة اللي فاتت من التوقعات. بص حضرتك، انا اول حاجه حابه اشكر حضرتك جدا جدا جدا، لان انا عارفه ان حضرتك كنت بتتعب معانا كتير وبذلت معانا مجهود كبير، وخصوصا احنا كازهر، يعني ان هي حاجه غريبه اصلا ان انا لقيت حد عامل جروب ازهر لوحده، فدي حاجه لوحدها كويسه جدا، يعني ان الازهر يلاقي حد يهتم بيه والحاجات دي كلها. تاني حاجه بقى، انا اصلا التيم مش عارفه فيه غير دكتور حسين ودكتور مودة بس، هم دول انا عارفاهم، والاثنين احسن من بعض الصراحه، يعني الاثنين كده سكر والله. وغير كده بقى نبدا بالمميزات. اول حاجه صراحه حضرتك جميل جدا جدا جدا، تمام. وكمان حاجه، المتابعه كويسه وكل حاجه كويسه، يعني انا مش شايفه ان في حاجه مش كويسه، بس في بعض الحاجات، يعني مثلا زي اللايفات يا ريت ما تبقاش يوتيوب، يعني دي تبقى حاجه زياده للي هم مشتركين في المنصه، عشان يبقى كتفضيل ليهم، مش يعني مش انانيه. انت اللي لمعت النجوم كنت معاه، كنت هشترك من اول اللي هو شهر 4، بس في وقت دكتور والله العظيم اللي حضرتك عملته معانا كبير. انا المشكله ان انا كنت اشتركت في المراجعه متاخر شويه، اللي هو يعني بعد، يعني قعدت كده يوم ونص عما اللي بتاع الاشتراك اتفعل لي وكده. بس التيم بصراحه، انا اول ما دخلت معاه كنت هشترك من اول اللي هو شهر 4، بس في واحده بترد علينا، معرفش يعني كرهتني في الشغل كله. بس حضرتك والله العظيم مجهودك يعني فظيع. انا اي نعم ما لحقتش اسمع كل حاجه حضرتك نزلتها، بس حرفيا اللي سمعته في حاجه سمعتها، يعني اغلب الامتحان كان جاي من التوقعات. انا حتى والله عماله اقول يعني هو انت يعني مش متخيله، يعني في احمد فرحات وحضرتك كل التوقعات يعني تقريبا ما خرجش عنها الامتحان. بقول لو كنت كملت بس اسمع او كنت لاقي وقت كان زمان الدنيا فرقت وكده. الحمد لله الامتحان كان كويس، وبجد مجهودكم كبير والله. التيم انا شكرا للي مش فارق جدا. زمايلكم ده كله عن زمايلكم، يعني الحمد لله الحمد لله. فاطمة برضو قربتنا أصلا، فاطمة منا من أفضل المدرسين موجودين بند من عرفت حضرتك. ده كله على فكرة، خلي بالك خلال يومين، ده كله خلال 23/7، تخيل في دوبك بعد الامتحان مش أكتر. هوريلكوا يعني، بص لو انت فضلت تفر هتلاقي ناس كتير جدا جدا جدا. بس موضوع شايف، موضوع بسيط اهوت. لما دخلنا في تأليف الكتاب، المراجعات كانت جبارة، المراجعات مخرجش منها الامتحانات، تستاهل كل خير.